اقذر مدرسه هتشوفها بحياتك. دي اريكا ماتسون، عندها 36 سنه، بتشتغل كمدرسه في فلوريدا. المهم اريكا دي كانت بتدرس للصف الاعدادي، وكان في طالب بالتحديد اتعلم على ايدها، والطالب ده حاليا هو دخل المدرسه الثانويه لكن ما زال موجود بنفس المدرسه اللي هي فيها. فبيوم الطالب ده هو بيتمشى في المدرسه شافها قاعده على جنب وكانت بتبكي، فراح بس علشان يواسيها ويخليها تهدى، وبالفعل ده اللي حصل. فبتعدي اشهر من الموقف ده لغايه ما الطالب بتحصل معاه حاجات غريبه بيلاحظها ابوه، وهي ان هو كان دايما ما بيخرجش من الاوضه بتاعته، ودايما بيستعمل الموبايل وبيتكلم فيه طول الليل. فالاب جاله فضول يعرف ابنه بيعمل ايه، فقرر ان هو يمسك الموبايل، واكتشف من خلاله ان ابنه صاحب ال 18 سنه على علاقه مع المدرسه اريكا، وهما الاثنين بيحبوا بعض. وكان واضح من الشات ان اريكا دي هي اللي بتضحك عليه وبتخدعه. ليه؟ لانها كانت بتستغله بابشع الطرق، وكانت دايما بتخليه يعمل معاها حاجات قذره، وفوق كل ده كانت بتخليه يضحك على اهله ويقول لهم ان هو خارج مع اصحابه ويروح يقابلها. ده وغير ان الاب لقى دليل مهم جدا علشان يبلغ بيه الشرطه، وهو صور وفيديوهات مش كويس ليهم هما الاثنين مع بعض. فالمهم الاب اتجه بكل الادله دي على الشرطه، واللي بالفعل المدرسه دي اتقبض عليها ورفضت من المدرسه. لكن في النهايه تتوقعوا ايه اللي حصل؟ خرجت بعد فتره قليله جدا بكفاله $25,000، ودي حاجه بسيطه من المدارس اللي بتتمنوا اولادكم انهم يدخلوها. دوس هنا وشوف القصه دي هتعجبك.